عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده حبايب قلبي معانا فيديو النهارده عن هنعمل النهارده طبخة كده حلوة لذيذة كده تستاهل بقكم معايا طبعا. بس لو انت اول مرة تشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو دعوة حلوة من قلبك لاختك سمو حبيبة قلبك. معلش على صوتي، انا لسه صاحية من النوم معلش. دلوقتي حتى العصر جدا اهوت، وانا النهارده المولد كمان عندنا هنا في البلد، عندنا مولد واخر ليله. وطبعا احنا عن عوايدنا هنا في البلد يعني العاده يعني الناس هنا في بلدنا بيعملوها، لازم يوم المولد ده يبقى فيه طبيخ، مش اي اكله كده نعديها كده وخلاص، لا لازم يبقى فيه طبيخ. انا جيت اطلموني على كده في البلد اللي انا متجوزه فيها دي، قالوا لي ده النهارده اخر ليله بقى في البلد وعايزين ايه اكله حلوه النهارده وكده تطبخوا لنا يعني. فقلت لهم ماشي. فالنهارده طبعا هنا هعمل لوبيا ورحت جبت فرخه و... وهعمل شويه رز حبايه وحبايه، مش هعمله بشعريه النهارده، انا زدت الرز اللي بشعريه زدت منه، فقلت هعمله النهارده حبايه وحبايه معاكم ماشي. فقبل ما نبدا الفيديو كده نحب نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله زي ما احنا متعودين. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في الاول كده من البدايه الاول. انا هنا حبايب قلبي جايبه الفرخه هنا حطها منقوعه هنا في الميه، في الميه وملح وليمون والخل، ده المحلول بتاعنا تمام. فطبعا انا بسيبها كده وبعد كده بقوم شطفها تاني حلو. هي دلوقتي بقى لها دلوقتي ساعه منقوعه تمام. فانا طبعا هشيلها بقى من الميه اشطفها كويس جدا، ولو فيها شويه ريش صغنن كده ولا حاجه هنضفها واقطعها بقى وايه ونعملها مع بعض. اول حاجه هسوي الفرخه الاول. جينا هنا حطينا الحله على البوتاجاز بس لسه ما شغلناش النار اهو زي ما انتم شايفين. فطبعا غسلت الفرخه كويس جدا ونضفتها كويس جدا وحطيت في الحله اللي انا هعملها فيها اسويها فيها. هنجيب بقى البهارات اللي هننزل عليها. معايا هنا رشه فلفل اسود صغيره، ومعايا 3 حبات اسمه ايه ده حبهان، ومعايا هنا شويه كمون صغيرين وكم ورق لورا كده هنزل بيهم على طول على الفرخه اهو حبايب قلبي كده تمام. نشوف بقى هنزل بايه تاني. معايا هنا مكعب مرقه دجاج، ومعايا طماطمايه وبصلايه وحته جزرايه صغيره كده هحطهم برضو على الفرخه كده حبايب قلبي. هولع بقى البوتاجاز هخليها تتشوح تشويحه حلوه كده وبعدين ارجع لكم. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده. انا سايبه الفرخه دلوقتي على النار اهي لحد ما تتشوح عشان ما نعطلش نفسنا. معايا هنا كيلو وربع رز اهوت هغسله بقى ونبدا فيه برضو. بس انا قبل ما اغسله انا منقيه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده تمام. هغسله بقى غسله حلوه كده كويس جدا. نيجي كده تحت الحوض، الميه ضعيفه قوي عندي برضو، هغسله حبايب قلبي وارجع لكم. بصوا حبايبي حبيت اوريكم حاجه. هنا دلوقتي الفرخه لسه طالما فيها ميه من تحت كده ما نزودش عليها الميه اللي احنا هنضيفها عليها، فلازم تستني لحد ما الميه دي تنشف عشان هي كده ايه بتنزل الزفران اللي فيها تمام. فطبعا انا قلبتها قلبه كده بسيطه واسيبها برضو ايه لحد ما الميه دي تنشف وبعدين ننزل عليها بالميه السخنه بتاعتنا. نيجي بقى للرز بتاعنا. انا هنا غسلت الرز اهوت بعد ما صراحه الميه طلعت عيني، فغسلته كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين. نيجي بقى على النار على طول كده في الحله على طول. نبدا بقى في الرز بتاعنا في الحله اهيت. نزلت كده بمعلقه سمنه كبيره، المعلقه ديت معلقه كبيره تمام. هنزل بقى بشويه الرز على طول كده شويه يعني كبشه بايدي كده مليانه كده حبايب قلبي. هفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما شويه الرز دول يحمروا معايا ياخدوا لون تمام، ياخدوا لون معايا كده وبعدين ارجع لكم. دلوقتي حبايب قلبي الحبايه وحبايه اهمت اصفروا كده خدوا اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده تمام. هي في الصوره كمان واضحه باينه ان هي ايه مصفره قوي، لكن هي في الحقيقه حلوه. بصوا اهو، انا مش عارفه الكاميرا مش واضحه ليه. المهم يعني هنزل بقى بالرز بقى عليها دلوقتي واشوحها. وهنا حبايب قلبي شوحت الرز كويس جدا وقلبته حلو واتشرب كده من السمنه كويس. هنزل بقى بالميه السخنه. نزلت بالميه السخنه اهوت. هنزل بقى بمعلقه ملح او معلقه وربع كبيره كده. وهنا حبايب قلبي بعد ما زودت الميه والملح
هسيبه بقى لحد ما يغلي كده ونشرب معانا، وبعدين نشوف بقى الخطوه اللي بعد كده ايه عشان ما نعطلش نفسنا. معايا هنا بقى حبايب قلبي كيلو طماطم غسلته كويس وقطعتها كده وحطيتها في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين كده. هضربها بقى في الخلاط كويس واصفيها عشان نجهزها للقلي. دلوقتي حبايب قلبي ضربت الطماطم كويس جدا اهوت تمام. نيجي بقى نشوف الرز كده بسرعه. الرز هنا حبايب قلبي اتشرب اهوت، هقلبه بقى كويس جدا. اديني قلبت الرز كويس جدا حبايب قلبي اهوت وغطيته كده كده. خلصنا من الرز. الفرخه لسه، تعالوا كده نشوفها على البوتاجاز اهو انا معاكم. بصوا لسه الميه لسه فيها، اكمن النار اللي هي عليها ديت ضعيفه شويه، فهي هتاخد وقت معايا شويه تمام. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي انا هنا جبت طبق فاضي كده تمام اهوت. الطبق ده الطماطم اللي انا ضربتها هاخد منها حبه هنا، واقول لكم برضو الايه انا احتجت الحبه دولت حبايب قلبي، الحبه دولت نص الطبق كده تمام. هنزل عليهم بقى ببصله متخرطه، لا خرط صغننه لا مبشوره تمام. بصله صغيره قد دي كده، قد اللي في ايدي دي كده تمام. وهقول لكم برضو الايه. هنا حبايب قلبي انا خرطتها خرط صغننه كده بايديا بالسكينه قصدي ماشي. ما بشرتهاش، كسلت بصراحه ان انا ابشر البصله الصغيره ديت. فطبعا هنزل بقى ايه معايا هنا نص ربع معلقه بصل بودر تمام. ادي ربع معلقه بصل بودر، وهنزل برضو بربع معلقه توم بودر اهي حبايب قلبي تمام. هنزل بقى بربع معلقه ملح صغننه برضو من دي. ادي الملح اهو حبايب قلبي تمام. هنزل برضو بربع معلقه، يعني مش اقل من ربع معلقه فلفل اسود. ادي اقل من ربع معلقه فلفل اسود اهي. وهنزل برضو بربع معلقه كمون، ربع معلقه كمون اهي حبايبي كمون اهو تمام. هقلب المكونات دي كويس جدا. ثواني نسيت حبايب قلبي انزل بربع معلقه بصوا حبايبي والله انا بنسى اسمها ايه هو ده البتاع الاحمر ده. انا والله العظيم انا فاكره اسمها بس نسيتها تمام. انا على طول بستخدمها برضو، يعني مش عارفه ازاي رايحه من دماغي دلوقتي. انا من التعب اللي عندي فانا بنسى، معلش اعذروني. هحط منها نص معلقه كده تمام. نزلت اهيت بنص معلقه. هنزل برضو بحبه شطه صغيرين كده عشان تبقى سبايسي. نزلت بحبه الشطه هناك اهم دول الحبه اللي أنا نزلت بيهم. هفضل بقى اقلب المكونات دي كويس جدا في بعضها، اقلبها كويس جدا تمام. اقلبها كويس وارجع لكم. هنا حبايب قلبي قلبت المكونات كلها مع بعضها اهيت، دوبتها كويس في الصلصه زي ما حضراتكم شايفين كده ماشي. اقول لكم بقى ديت لايه. ديت حبايب قلبي عشان بعد ما الفراخ تستوي تمام، انا مش حمرها في الزيت ولا اي حاجه. ديت انا هغرق بيها كده، اعوز بيها الفراخ واحمرها في الفرن على طول. بتبقى بقى طعمها وشكلها تحفه تمام. نيجي بقى نشوف الفراخ اللي على النار بسرعه. هنا حبيب قلبي اهيت نشفت اهيت. دولت بس بيبقى حبه زيوت، الزيوت بتاعت يعني السمنه بتاعت الفرخه بس يعني، لكن الميه اللي فيها كلها نشفت تمام. علشان لو انتي سبت الحبه دولت كمان ينشفوا تبقى كده الفرخه هتبوظ وتتهري منك. فانا طبعا قلبتها حوالي مرتين 3 كده وخلاص. هنزل بقى بالميه السخنه على طول اهو حبايب قلبي. وعليت النار كمان اهوت ونزلت بالميه السخنه اهي تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. هقلبها بس تقلبه صغيره عشان لو هي لازقه ولا حاجه تحت اهو تمام. هسيبها بقى لحد ما تغلي غلوتين كده وايه، ونشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. دلوقتي غطيها اهوت، دلوقتي غطيتها اهوت. هنشوف بقى الخطوه اللي بعد كده ايه. بصوا حبايبي عشان كل حاجه تبقى قدام عينيكم. دلوقتي انا الميه الشوربه غليت اهيت، فطبعا هوطي بقى عليها خالص وهسيبها بقى لحد ما ايه تستوي براحتها. اول ما تقرب تستوي كده هنزودها شويه الملح بتوعنا وخلاص تمام. دلوقتي هغطيها بقى ونشوف بقى الرز بتاعنا استوى ولا لا. دلوقتي حبيبتي انا بصيت على الرز وقلبته، لو دقته كده لقيته استوى. فطبعا كده الرز معانا كده خلص كمان. ادي اول حاجه خلصت معانا الرز. نطفي عليه بقى.
هنا حبايب قلبي رجعنا للفراخ تاني اهوت، بجسها كده بالسكينه، لقيتها خلاص استوت معايا تمام. هنزل بقى بشويه الملح، يعني حوالي معلقه كبيره كده، واسيبها برضه تغلي غلوتين وبعدين اطفي عليها. هنا بقى حبايبي عشان الفراخ قربت تستوي اهيت تمام، وبعد ما حطيت لها الملح هي دلوقتي بتغلي وهطفي عليها اهوت. دلوقتي انا جبت الصينيه ديت تمام. دلوقتي ديت اللي انا هحط فيها الفراخ، اللي انا هحمر فيها الفراخ، ودي الخلطه بتاعتي اللي انا حضرتها معاكم اهي. دي الفراخ نسيت انزل عليها بشويه زيت، هنزل عليها بشويه زيت الاول. ثواني، نزلت بشويه الزيت اهو حبايب قلبي كده تمام. نطلع بقى الفراخ نحطها في الصينيه هنا الاول. اديني طلعت الفرخه اهو حبايب قلبي، هي لسه سخنه، اسيبها بس لحد ما تبرد ثواني كده ونشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. اللوبيا هنا انا كنت نقعاها في قلب الميه اهي تمام، وكده زادت معايا وتحس انها خلاص كده يعني خدت كفايتها قوي. هشطفها بقى، ارمي الميه اللي فيها ديت واشطفها شطفه كده حلوه، وبعدين نيجي على النار بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايب قلبي غسلتها كويس جدا، شطفتها حلوه قوي وحطيتها على البوتاجاز اهوت. هنزل بقى بالميه السخنه على طول، انا سايبه ميه مغليه في قلب الكتل كده حبايب قلبي. زودتها الميه المغليه اهوت تمام. هسيبها بقى لحد ما تغلي كده وبعدين اهد على النار. وفين الغطا؟ هغطيها بقى كده لحد ما ايه تستوي معانا، وبعدين نرجع لكم. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده نشوف الفراخ. ادي الفراخ اهي يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى دلوقتي بردت معايا شويه، هي لسه سخنه على فكره، مش يعني ما بردتش قوي. هجيب بقى التغديه بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، الصلصه بتاعتنا الحلوه ديت تمام، اللي احنا تبلناها كويس ديت. هنزل عليها بقى على الفراخ كده، بس ايه بفرشه. هجيب فرشه الاول. هنا بقى حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفه اهي، من قبل ما احطها في الفرن لسه. اتبقى بقى معايا الحبه دول، فانا طبعا مش هرميهم يعني. هقوم بقى ايه جايباهم كده واقوم رشهم على الوش كده تمام. هرشهم على الوش كده وارجع لكم. بصوا بقى شكلها، اللهم صل على النبي، ما شاء الله حياة ربنا جميله جدا. شكلها اصلا تفتح النفس بصراحه. فطبعا بقى اقوم انا هحطها في الفرن دلوقتي على الشوايه بس من فوق. اخليها تاخد وش كده احمر مقرمش كده، وبعدين ارجع لكم. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا القمر سخنه. ايه رايكم بقى بجد بكل امانه وبصراحه؟ ايه رايكم في الشكل التحفه ده؟ هي على فكره الكاميرا كمان ظلمه والله العظيم. شكلها تحفه وريحتها تجنن، ريحتها حلوه قوي قوي. هي كده الفراخ كمان جزت معانا اهوت. فطبعا انا هشيلها من الصينيه ديت وهحطها واقدمها لكم في طبق بقى. هنا حبايب قلبي اهوت، بعد ما شلتها من الصينيه ديت سبت بقى ديت السمنيه اللي بتنزل منها تمام. ده شكل الفراخ اهي يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى؟ بصوا شكلها، بصوا الجمال تمام. نخش بقى على اللوبيا على طول. اللوبيا هنا ما انا مسكت واحده كده وبعملها بايدي كده، لقيتها استوت، وبدوقها برضو عشان اتاكد ان هي كده طعمها بقى كويس يعني، ولا ايه، ولا عايزه مثلا شويه سوا كمان ولا حاجه. فهي كده استوت معانا وبقت حلوه. هغير، انا هشيلها بقى مع النار وادلق الميه ديت. دلوقتي حبايب قلبي انا جبت الحوض اهوت ونزلت اللوبيا وبشطفها بقى من الميه اللي فيها تمام كده. هشطفها بقى كويس جدا. وحطيت هنا حله على النار اهيت. هنزل بقى بمعلقه سمنه كبيره. نزلت هنا بمعلقه سمنه كبيره يا حبايب قلبي تمام. هنزل بقى هخرط على البصلايه على طول. نزلت هنا ببصلايه كبيره هنا اهيت، هسيبها بقى لحد ما تحمر وتاخد لون مصفر معانا كده، نقوم نازلين بالطماطم. بصوا حبايب قلبي البصلايه اهي خدت لون معايا ذهبي حلو اهوت. هنزل بقى اصفي بقى الطماطم. وهنا بقى حبايب قلبي صفيت الطماطم اهوت تمام. هنزل بقى بالبهارات. نزلت هنا بالبهارات اهيت، نص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح اهي تمام. هقلبهم بقى كويس جدا كده وهسيبها لحد ما تتسبك ونشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. وهنا حبايب قلبي التسبيكه خلاص اتسبكت معايا اهيت. هنزل بقى باللوبيا على طول. دلوقتي نزلت باللوبيا اهوت، هشوحها بقى دقيقتين كده ولا حاجه، واقوم نازله ايه مزوداها بالشوربه. وهنا بقى حبايب قلبي زودتها شويه شوربه اهوت. هسيبها بقى لحد ما تغلي غلوه كده او غلوتين، واطفي عليها بقى واغرف. واخيرا حبايب قلبي بعد ما غرفنا اهوت وخلصنا الاكل القمر بتاعتنا اهيت. يا رب كده اكون قدرت افيدكم النهارده بالفيديو بتاعي، وتكونوا يا رب استفدتوا منه.
اتفضلوا معانا بقى حبايب قلبي. اتمنى بس ان تجربوا طريقه الفراخ دي، ان شاء الله تعجبكم جدا. ولو انت عروسه جديده طبعا بتتعلمي او كده، ان شاء الله اتفرجي على قناتي واعملي اشتراك للقناه ووصلك كل جديد باذن الله. وان شاء الله تقدري تستفادي من الفيديوهات اللي انا بعملها. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بقى بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبكم لاختكم سوما ان شاء الله. اشوفكم بقى الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعايه الله. باي باي.